رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله قال وهو يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده اتجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صلوات ربي وتسليماته وبركاته عليك يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين وأصحابك الغر الميامين، وأزواجك وأمهات المؤمنين، وعلى الشهداء والمجاهدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، حديثي معكم اليوم عن الله الجليل العظيم الملك العزيز، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله ما أعلمها من كلمة، ما أعلم الكلمة، وما أحسن الاسم، وما أجل المسمى. الله كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة من النفس، ساكنة في الوجدان، منقوشة في الفؤاد، محفورة في الضمير، ممتزجة بالدماء أو ممتزجة بالدماء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الله أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأكمل الكلمات. هل تعلم له سميا؟ الله له الغنى والبقاء والقوة والنصرة والقدرة والحكمة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله صاحب اللطف والعناية والغوث والمدد والود والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله. الله ذو الجلال والعظمة والهيبة والجبروت. يا الله ما عرفناك حق معرفتك، وما عبدناك حق عبادتك، وما قدرناك حق قدرك، وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء حبر من أحبار اليهود إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لكلام الحق. عباد الله، إذا اضطرب البحر وهبت الريح العاصف
إذا ظل الحادي في الصحراء ومال عن الطريق وحارت القافلة في السير نادوا يا الله. وإذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وشكمت الكارثة نادى المصاب يا الله. وإذا ضاعت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الأحبال وهو المهين وهو الرحيم جل وعلا. إخواني، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقول سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فما من شيء إلا قد وسعته رحمة الله تعالى. كل شيء دال على رحمة الله، كل شيء ينطق برحمة الله وينطق بألوهيته سبحانه وتعالى. فهذه السماء ترونها بغير عمد من رفعها، وهذه الأرض التي نمشي عليها من سطحها ودللها، المريض من عفاه، والأعمى في الزحام من قاد خطاه، الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه، الثعبان من أحياه والسم في يملأ فاه، الشهد من حلاه، اللبن من بين فلك ودم صفاه، الصخر من فجر منه المياه، الليل من حاك دجاه، الصبح من أسفر وصار ضحاه، الظالم من يمهله، الظالم من يمهله، الجبار من يقسمه، المظلوم من ينصره، المضطر من يجيبه، الملهوف من يغيثه، الضال من يهديه، الحيران من يرشده، المسافر من يصحبه، العاري من يكسوه، الجائع من يشبعه، الكثير من يجبره، الأسير من يطلقه، الفقير من يغنيه. أنت يا عبد الله من خلقك وصورك، من شق سمعك وبصرك، من سواك وعدلك، ومن رزقك، ومن أطعمك، ومن أواك ونصرك وكفاك. إنه الله لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما. والله برحمته نشر هذه الرحمة بين عباده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس خاطرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وإنك لترى اللبؤة إذا شب حريق في وجهها تقذف بنفسها في النار ما تريد إلا إنقاذ أولادها ولو أهلكت نفسها. كل ذلك رحمة واحدة من رحمات الله تبارك وتعالى أنزلها على الأرض. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها أمام الصحابة وتذهب وتجيء وتروح، فإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة بولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فمن يعطي مثل الله
ومن يرحم مثل الله ومن يغفر الذنوب مثل الله. فيا حسرة الفارغين عن ربهم المعرضين عن مولاهم. ففروا إلى الله وكونوا مع الله واهتفوا دائما يا الله في السراء والضراء، في الرخاء والشدة. ما هو لما يجيك مغص ولا درس ولا من عليه يا الله يا رب، يا أول ما تشوف العافية حتى الظالم لا شاف الموت بعينه يقعد يا الله يا رب يا الله يا الله يا رب خذ بيدي يا رب. أول ما يشم العافية يفتري خلق الله ويغلب ويحكي ويحسد ويأكل أموال الناس ظلما ويأكل أموال العمال ظلما ويأخذ منهم 200 و500 و1000 و6 شهور ما يسلمون رواتب بعد الظلم. هكذا. ففروا إلى الله وكونوا مع الله واهتفوا يا الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله حق التقوى أيها المريض أو من عنده مريض. إذا اشتد بك المرض وضعف جسمك وشحب لونك وقلت حيلتك وضعفت وسيلتك وعجز طبيبك وحار مداويك وجزعنا نفسك وعجفت يداك ووجف قلبك، فاطرح أيها المريض واتجه إلى العلي الجليل واهتف قل يا الله يا الله. ادعو الله في أوقات الإجابة وفي وقت السجود ما بين الأذان والإقامة وآخر الليل قل يا الله يا الله اشفيني، يا رب ارفع عني البلاء، يا رب ارزقني، يا رب اعطيني، يا رب يا رب. والله ما يرجع الخالق، لأنه قال ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى. فاطرح أيها المريض واتجه أيها العليم إلى العلي الجليل واهتف يا الله. فإذا علم صدق هتافك سمع دعاءك وأزال داءك. الله سبحانه وتعالى يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا من تبحث عن الوظيفة أيها المحروم من الذرية، يا أيها المظلوم. أنت بس المظلوم يقول لك أنا ما أروح مكتب عمل، ما أروح من هنا. هي كلمتين يقولها حسبي الله ونعم الوكيل. شلتها من مكتب العمل ومن المحكمة ومن الأمارة إلى رب الملوك. قول بس حسبي الله ونعم الوكيل، هو يقول لك حبل بأي طريقة أخرى. حسبي الله ونعم الوكيل تكفي ولا تزيد عليها شيء. أيها المظلوم يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ارفع يديك واهتف يا الله. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل هم وغم، وأخرجنا من كل حزن وكرب. اللهم صل عباد الله كما أمركم الله في كتابه يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واشف مرضاهم وتقبل شهداهم.
برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ائمتنا وولاة امورنا وارزقهم البطانه الصالحه الناصحه التي تعينهم على الخير يا رب العالمين. آمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين واقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم الله موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل سوء ومكروه عافيه. اللهم اهد شبابنا ونساءنا وبناتنا وردهم اليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. সাথে থাকবেন, এখন নামাজ হবে।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সিলেটি অনলাইনের সকল ভিউয়ার্সবৃন্দ, যে যেখান থেকে দেখছেন, দেশ বিদেশ যে যেখান থেকে দেখছেন, আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, দেশ বিদেশ যে যেখান থেকে দেখছেন এবং পরবর্তীতে ভিডিওটা দেখবেন, সবাই অসংখ্য মোবারকবাদ। আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে খোলা আকাশের নিচে কীভাবে আজনবীরা ব্যবসা করছে এবং কিছু দাম, কোন জিনিসের দাম কত একটু দেখাইবো আপনাদেরকে। নামাজে ছিলাম, কথা বলতে পারি না, এজন্য অসংখ্য দুঃখিত। এখানে জমজমাট রমরমা ব্যবসা চলছে। আমাদের আজনবীরা বিভিন্ন দেখেন, আপনাদেরকে দেখাই দিছি। এই দেখেন, মালটা কত করে? দেশি মালটা কত করে? কিলো 3 রিয়াল। মালটা কত করে? শুনতেই পাচ্ছেন, 2 কিলো 4 রিয়াল। এখানে তরমুজ দেখেন, দেশি তরমুজ কত করে? 3 রিয়াল 2 পিস 8 রিয়াল। হ্যাঁ, এই দেখেন পেঁয়াজ। আলু কত? দেশি আলু কত করে? আলু কত করে? আলু 10 রিয়াল। 10 রিয়াল। দেখতে পারতেছেন, আলু 10 রিয়াল, তারপর পেঁয়াজ 15 রিয়াল। জমজমাট ব্যবসা চলতেছে। আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটু আসলাম কিভাবে তারা ব্যবসা করতেছে, কোনটার দাম কত একটু আপনারা বুঝবেন। যারা দেশে আছেন একটু বুঝতে পারবেন এখানে কত টাকা। ফুলকপি কত করি? ফুলকপি হাবিবি কম কিলো? 1 পিস 3 রিয়াল। এই ছোট্ট একটা আধা কেজি হবে না, 1 পিস 3 রিয়াল বলছে। দেখতে পারতেছেন। মরিচ কত করি? হ্যাঁ, 4 রিয়াল কিলো 3 রিয়াল কিলো যা লইবনি। मिर्ची नहीं है ये वाला। हां 1 किलो है। আর लो 3 रियाल को रख लो ना। 2 रियाल के दे सकते हो। मैं बोल 2 रियाल का मिर्ची है, मिर्ची बहुत महंगा है। 2 রিয়াল দেন। मिर्ची 20 रुपए 2 রিয়াল করে দেন। कम बहुत महंगा है मिर्ची। আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি কোনটা কত। এখানে রমরমা ব্যবসা চলছে, পুরাতন কাপড় এবং কাঁচা বাজার সব কিছু আছে আলহামদুলিল্লাহ। এই দেখেন, এখানে পুরাতন কাপড়। তারা মানুষ দেখলেই বুঝতে পারতেছেন যে কীরকম তারা ব্যবসা করতেছে। জমজমাট ব্যবসা, জুম্মার নামাজের পর আজনবীরা ব্যবসা করতেছে আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের বাংলাদেশীয় অনেক ভাইয়েরাও এখানে আছেন, ব্যবসা করতেছেন। বিভিন্ন দেশের আছেন, ইয়ামানি আছেন, সুদানি আছেন, তুর্কি আছেন, সৌদি আছেন, 2-4 জন আছেন। সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ব্যবসা চলতেছে। ব্যাগ
এখানে পুরাতন হাড়ি পাতিল, ডেক ডেস্ক এগুলো পাওয়া যায়। এই দেখেন তারপর খাসা বাজার, যেগুলো আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সবগুলোই আছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা যারা এখন প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যুক্ত আছেন অসংখ্য মুবারকবাদ, এবং পরবর্তীতে যারা ভিডিওটা দেখবেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সিলেটি পেজ যদি ভালোবেসে থাকেন তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিয়েন। এই দেখেন এখানে চামচ বিভিন্নগুলা। অসংখ্য ধন্যবাদ শেখ জুয়েল ভাই। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। এই দেখেন আমাদের দেশে ক্ষীরা, আমাদের টমেটো, পেঁয়াজ, এই দেখেন টমেটো। বিভিন্ন ফল, ঠিক আছে। এখানে একটু রোদ বেশি, এজন্য বেশিক্ষণ থাকতে পারতেছি না। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছেন এবং পরবর্তী ভিডিওটা দেখবেন। অসংখ্য মুবারকবাদ সবাইকে। জাযাকাল্লাহু খাইরান ফিদ দারাইন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। এ পর্যন্ত আমাকে দোয়া করবেন। শেষ পেজটা দেখে নিলাম, পরবর্তীতে ভাববেন যে সিলেটি পেজ থেকে লাইভ হলো, কে লাইভ করলো, তো পেজটা একটু দেখে নিলাম। পরবর্তীতে অন্য ভিডিও দেখানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, নতুন কিছু নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আবারও। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা বারবার ওকে এখন বিদায় নিলাম সবাইরে। অসংখ্য ধন্যবাদ, মুবারকবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।